إن مش أي حد يقدر يبقى رائد أعمال، في تحديات كتيرة بتقابلك ممكن تكون أنت أصلًا مش مخلوق ليها، ما تعرفش تعملها، ما عندكش استعداد يعني تتعامل معاها. في ناس هي عايزة تلاقي كل آخر شهر مرتبها ييجي لها وتبقى قاعدة مبسوطة ومتطمنة. إحنا بنخاف من آخر الشهر، لإن أنت عليك رواتب جاية وممكن يكون في البدايات ما فيش income كفاية، فده بالنسبة لك ضغط. هل أي حد يقدر يتحمل الضغط ده والّا لأ؟ تاني حاجة أنت في الstartups بتشتغل كل حاجة، يعني أنا باشتغل شوية office boy، شوية كهربائي ونجار، صحيح. شوية legal، شوية HR، شوية finance، بتشتغل كل حاجة. فهل أنت عندك القدرة تتعامل مع tasks مختلفة في وقت ضيق؟ أنت في startup لمّا تيجي تبدأ بيقابلك كمية فشل في الأول، هو مش فشل، هو يعني إخفاقات. أنت بيبقى عندك plan، حاجة في دماغك عايز تنفذها، لمّا بتيجي على أرض الواقع بتلاقي إن الplan بتاعتك مش هي مضبوطة، يعني محتاج تعمل pivoting إمم. كتير جدًا. فهل ده بيجيب لك إحباط والّا ده بيخلّيك تتعلم أحسن؟ فدي كلها ليها علاقة بطبيعة شخصية البني آدم. فلو البني آدم عنده الصفات ديّة يعمل ده، ما يقلقش. إنما لو ما عندوش الصفات، يعني ما يضيّعش وقته.